السلام عليكم الإخوان. مرحبا بكم مرة أخرى في قصة جديدة. مهم قبل ما نبدا ما تنساش دير واحد اللايك حيتاش كيعاوني بزاف، وكيف العادة القواعد كتقول دير الكيت ديالك وسير لشي بلاصة يكون فيها السقيل وخلينا نبداو. آخر حاجة تخيلتها هي نوصل هنا للسبيطار الحماق، والسبب هو الزعامة الزايدة ديالي. هادشي بدا غير بالضحك، ونتمنى اللي غيلقى هاد الكتاب ما يعاودش الاخطاء ديالي. القصه ديالي بدات في 2010، كان في العمر ديالي 17 سنه، وكنت كنموت على شي حاجه كتعلق بما وراء الطبيعه. كنت كنقرا الكتوبه بزاف في هاد الامور، وكنت نتفرج في فيديوهات بزاف، وكنت كندخل لواحد المنتدى ديال الناس اللي كيهتموا بالسحر وتحضير الارواح. كنت غير كنقرا وعمري صراحه جربت داكشي اللي قريته. حتى لواحد الليله مورا ما ساليت الحفاضه ديالي دخلت لداك المنتدى كنقلب على الجديد، وانا نلقى واحد السيد لايح واحد الموضوع على واحد الفيديو. قال لك اللي شاف داك الفيديو كيموت بقوه الخلعه ديال داكشي اللي كيعيشو، وحتى الا ما ماتش كيهبل وكيتسطى. قريت الموضوع كامل وفي الاخر لقيت اللين ديال داك الفيديو. يلا بغيت نكليكي وهي تغوت الوالده يوسف اجي تسخر ليا. ديك الساعه نط من بلاصتي وطفيت البيسي ونط باش نتسخر الوالده، ومع العيا غير تعشيت نعست ونسيت داك الموضوع. مشات الايام وجات وانا مندمج مع الجو ديال القرايه، حيت كان عندي الباك. واخا مازال يلا عندي 17 عام، كنت داخل على 6 سنين المدرسه. وصلت العطله ديال الربيع والدار سافروا كاملين الا انا بغيت نبقى نوجد الامتحان. انا واشرف هاد الولد كلمت خويا قليله في حقه من الصغر، وحنا بجوج كبرنا بجوج، دوزنا الخايبه والزوينه بجوج، وحتى في الباك جينا بجوج في نفس القسم. المهم عيط ليه باش يجي عندي للدار، حيت حتى هو دارهم مسافرين. وداك الشيء اللي كان جا عندي ما كاين غير الحفاظه. كان الهدف ديالنا غير نسكتو شحال ديال بنادم اللي كان كيقول دوك الجوج محال واش غيطفروه، حيت كنا مصيبه كحله صراحه. مهم دوزنا واحد 4 ايام بواحد البروغرام ما كاين غير الفياق بكري والقص والحفاظه. وصل النهار الخامس كنا عيينا بزاف وقررنا نرتاحوا شويه في داك النهار. فقنا بكري ودرنا واحد الفوتينغ لسيدي بوزيد وقصرنا كره مع ولاد القسم ديالنا. ملي سالينا قصدنا الدار، وفي الطريق تفكرت داك الموضوع اللي تمنيت تكون غير عمري قريته. مهم الاصدقاء من تما غتبدا القصه ديالي. ملي وصلنا دوشنا وتغدينا ومع العيا نعسنا. فقط قبل ما يفيق صاحبي اشرف شعلت البيسي ديالي وبقيت واحد نص ساعه وانا كنقلب على داك المقال. صراحه كان قلبي ما مهنيش، كيقول لي حبس هادشي يوسف، بحدك مازال ما لقيتي والو. ولكن عقلي كان فضولي بزاف، بغيت نشوف داك الفيديو وشنو اللي غيكون فيه وشنو هي الحاجه اللي تقدر تقتلني. المهم ديك الساعه فاش كنت كنقلب كنشوف اشرف كيحرك المانطا، بقيت كنشوف فيه وهو يبان ليا فايق وريح حدايا ديك الساعه، وبدينا كندويو. قال لي يا اشرف اش كدير؟ اش هاد السيت اللي دخلتي ليه؟ انا بقيت كنشوف فيه وانا نقول ليه هذا واحد الفوريم ديال الناس اللي كيهتموا بالسحر. شاف فيها اشرف ديك الساعه وقال لي وانت مالك ومالك مع السحر؟ واش هبلتي ولا كيفاش؟ بقيت كنشوف فيه ديك الساعه وانا نقول ليه كنقلب على واحد الفيديو. قال لك اسيدي اللي كيشوفو كيموت ولا كيتسطى. اشرف ديك الساعه تفرق عليه بالضحك وبقى كيشوف فيا وقال لي انت راه ما يمكنش وقيلا هبلتي، داك الشيء يا صاحبي راه غتخربيق يا يوسف. انا معاك كنتسنى نشوف معاك داك الفيديو. ديك الساعه شفت فيه وقلت لي واش متاكد؟ صافي غادي نشوف، غادي نقلب عليه ولا لقيتو غتشوفوا معايا. مهم بقيت كنقلب غا شويه شويه وانا نقول ليه انا لقيتو. لقيت الفيديو، والصدفه ان فكره الفيديو بسيطه. كتبقى تشوف واحد الفيديو كيتحركوا فيه شي صور، دوك التصاور صراحه كيخلعوا، وانت كتعاود دوك السميات اللي كيبانوا ليك مع واحد الموسيقى كتخلع شويه. اشرف بغا يتسطى بالضحك، قال لي هذا هو الفيديو اللي قلتي لي غادي يقتلني. نوض نخرجوا السي الفقيه، اليوم راه عيد ميلاد اسامه، راه عيط ليا قبيله ملي كنت كندوش وقال لك ضروري تجيو بجوج.
وداكشي اللي كاين الاخوان. بدلنا حوايجنا وخرجنا نتقداو ليه شي كادو. دوزنا واحد الليله هبيله غير بالضحك والنشاط. بقينا سهرانين حتى 3 ديال الصباح، عاد خرجنا من الدار عنده ورجعنا للدار. وهاد الليله كانت كتبدا اول ليله ديال الخلعه ديال بصح. في الباب لقينا واحد المش كحل مقتول ومقطع عليه راسو ومعلق حتى الباب كله دمايات. ما كاينش فين تحط رجليك بقوه الدمايات اللي كانوا في ديك البلاصه. اشرف ديك الساعه شداتو واحد الخلعه كانت باينه في وجهه، ولكن ما بغاش يبين ليا. قال لي هاد البعالك ما بقاوش صاحبي كيحشموا، مش مسكين وداروا في هاد الحاله. اجي نقطعوا هاد السلك باش معلق ونلوحو في شي بلاصه بعيده على هاد البلاصه. وبدينا كنقطعوا داك السلك ودينا ديك الجيفه حدا واحد البركاسه ولحناها، وقلنا داك الدم غنخليوه حتى الغدا ونجفوه. دخلنا للدار ديك الساعه وانا كنتفاجئ، لقينا كاع الضوا شاعلين، وخا متاكد بلي طفيتهم كاملين. عاد خرجت وواحد الريحه بحال الموت حاشاكم، ما عرفت منين جات. حليت كاع الشراجم ما بغاتش تخرج. طلقنا المعطر ديال الجو وديك الريحه والو ما بغاتش تحيد. صافي ما عرفت منين جات ديك الخنوزيه، وانا نقول حتى الصباح عاد نوض ونقلب لا تكون شي طوبه ميته لينا في الدار. مشينا ديك الساعه باش ننعسو وقلت مع الخمسه خاصنا نفيق. وفاش وصلت الخمسة ديال الصباح بديت كنحيد المانطا ديالي وفقت، واخا كنت ناعس معطل. بقيت كنشوف جهة الباب وباقي مغطي. كان الباب كيبان لي بحال الا محلول بشويه. بقيت كنشوف فيه وبقيت ساهي، وهو يبان لي واحد الوجه في شكل كان حاضيني وكيخنزر فيا. قلت يمكن غير تخيلت. بقيت مركز معاه وهو يبان ليا. ديك الساعه تخبيت بالكاشه وكنت مخلوع ديال بصح، غطيت وجهي بها كامل وبقيت كنقرا ايات الكرسي وعاودتها بزاف ديال المرات. وقوه الخلعه اللي شداتني ما قدرتش نخرج راسي عاوتاني ونعاود نشوف جهه الباب. دزت تقريبا 10 دقائق وانا نحيد المانطا. قلت نطرجل شويه، قلت داكشي غا تخيلات وصافي. وكنقول اصلا الكاشه باش غتحميني. وانا نخرج راسي ديك الساعه ما بقيتش كنشوف جهه الباب، كنشوف في البيت كامل وكنشوف جهه الشرجم. وانا بشويه بشويه كنبغي نشوف جهه الباب، ولكن ديك الساعه كانت الصدمه قويه. داكشي مازال في نفس البلاصه وحاضيني وبقى على ديك الحاله حتى أذن الفجر. عاد غبر بالطريقه اللي خرج بيها. ديك الساعه حسيت بواحد القشعريره في الجسم ديالي كانت في شكل. بقيت كنخمم في داكشي اللي بدا كيوقع ليا، واش داكشي حقيقي ولا غير كنتخيلو. وبقوه التخمام داني النعاس وفقت. شفت جهه اشرف ما لقيتوش. ناري مازال عاقل شحال تخلعت عليه. بديت كنغوت عليه بالجاد ونط بحال الهبيل كنجري في الدار حتى وصلت عند الباب ديال الطواليت وشفت الضو مشعول. عاد ارتاحيت، قلت زعما نايض غير يدوش. سنيتو حتى خرج وكان لونو مبدل والوجه ديالو صفار. وانا نسولو مالك وهو يبدا يعاود ليا اشراف البارح الليل كامل وانا في واحد البلاصه خايبه بزاف، ومع شي ناس كانوا حاضيني والشكل ديالهم ماشي بحال الشكل ديالنا، وكانوا تابعيني وانا هربان. كنت هربان منهم في واحد الغابه، وملي فقت لقيت راسي كنرعف. انا ديك الساعه ملي سمعت الهضره ديالو تخلعت، ما بغيتش نبين ليه وما نزيدش عليه. قلت ليه راه غير هذاك الشيء بسبب الخلعه ديال الباك، ما ديرش في بالك ولا صاحبي. وكان داك النهار هو الاخر ليا مع اشرف، حيت الدار كانوا غايجيو اليوم. فطرنا وسيقنا داك الدم اللي كان حدا الباب. اما ديك الريحه اللي كانت البارح ما بقاتش. اشرف جمع حوايجو ومشى وانا بقيت بوحدي في الدار. وبغيت نعرف القصه ديال داك الفيديو اللي بدا كيهبل فينا حتى حنا. جبت البيسي ديالي ودخلت لجوجل وبديت كنقلب، غير درت سميتو وخرجوا ليا بزاف ديال النتائج. ناري هنا عرفت بلي هاد الزبل معروف بزاف، وداك الشيء اللي لقيت عليه زادني خلعه على خلعه. الفيديو هو فيديو ديال السحر الاسود، اخطر انواع السحر. ودوك السميات اللي كانوا فيه كانت اسماء ملوك قبائل ديال نقدر نكتب عليهم موضوع الا بغيتو شي نهار. وملي كتكثر دوك السميات كتحضرهم، وهذا النوع من النوع الكاره للبشر. والفيديو حاولوا بزاف يمحيوه مي ما قدروش.
بغيت نقرا تجارب ديال الناس شافوه وما لقيتش بزاف. هذوك اللي لقيت كانوا على لسان العائلات ديال الناس اللي شافوه، حيت اي واحد شافه كان كيموت. ديك الساعه كنت خايف، وداك الشيء علاش مسمين عليه داك الاسم. ما نقولش الاسم حيت انا وفي هذه الحاله كنكتب للناس اللي غيقراو هذه المذكره، ما بغيتكمش حتى نتوما تعاودوا نفس الاخطاء ديالي. تبع معايا مزيان وخذ الحاجه المزيانه وبعد على الحاجه الخايبه. نرجعوا فين كنا. ملي قريت القصه ديال الفيديو بقيت مريح، وعرفت الغلط اللي درت باللي راه غلط كبير بزاف، وبقيت ساهي وكنخمم. حتى سمعت واحد الخبيط في الباب ديال الدار، كنت بالزربه وكنت مخلوع. كنجري وانا نلقاهم الدار واقفين عند الباب. الوالد قال لي مالك، واش كنتي ناعس؟ رحنا شي ساعه وحنا واقفين هنا. وانا بقيت غير حلف امي وكنشوف، وكنت ساهي ديال بصح. وانا نقول لها الوالد راه كنت غير سد عليا البيت. الوالدين صراحه ما تقدر تخبي عليهم والو، وكيقراوك من وجهك. الوالده قالت لي مالك وجهك مبدل يا يوسف، واش ما كاين باس؟ ما قدرتش نقول ليها كل شيء على دوك اليومين اللي دوزت، مي ما بغيتش نبكيها. وانا نقول ليها غير ستريس ديال الباك. وهربت ديك الساعه لبيتي، حيت كون بقيت شويه كنت غنبكي قدامها. دازت اليومين اللي بقات عادي، غير الحفاظه والنعاس والعطله سالات. وهنا القصه ديالي غادا تزاد تعقد وتكبر وتكبر. وصل النهار الاول في القرايه، قصت ليسي ديالنا وبديت كنسلم على العشران، وكل شيء كيسول دوك الاسئله المعروفه: فين مشيتي وشنو درتي؟ وانا ماشي في هذا العالم اصلا، كنت مرفوع وبالي كله مع اشرف. كنتسنى غير يدخل، حيت بالي كان مشطون، كنت مشطون عليه بزاف. بقيت كنتسنى حتى بان ليا جاي، بان لي داخل من الباب. صدمني، فين هو اشرف؟ فين الفورما؟ ضرب غا يومين وطحت منه شي 5 كيلو. سنيتو حتى وصل عندي وسولتو مالك، وهو بدا يدوي. اشرف هاد اليومين والله ما شفت النعاس، وليت كنشوف شي حوايج بوحدي في الدار كيبداو داويين معايا. شي حاجه كنشوفها ولكن ما قدرتش نفهمها. راه بديت كنهبل. يمكن ونزيدك البارح حلمت واحد الحلمه في شكل، ونقول لي شنو. اشرف بقى ساكت ديك الساعه واحد شويه وقال لي حلمت بك كتقتلني. انا بقيت غير ساكت وقلت ليه يلا ندخلوا للقسم، راه الاستاذ قريب يجي. كان عندنا داك الصباح الفيزيك، وكنا حنا سيونس فيزيك، يعني خاصنا نتبعو مزيان. دخل الاستاذ وبدا الدرس، شرح لينا مزيان في الاول، عاد بدا كيكتب في السبوره. في النص ساعه الاخرى وهو كيكتب، انا كنشوف السبوره خاويه ما كان تيبان ليا فيها والو. وانا نشوف في جهه اشرف ولقيته كيكتب، يعني كتبان ليه السبوره عامره. مره كنحس بشي حاجه بحال الايدين كيتحطوا عليا وكيتحطوا على عينيا. شدتني الخلعه وسط القسم، ولكن ما بغيتش نبين لاشرف حيت اللي فيه يكفيه. بقيت صابر توصلت 10 وخديت الدفتر من عنده باش ننقل. تحركنا في الطريق بجوج وحتى واحد ما كيهضر مع الاخر. وصلنا للنص ديال الطريق تفرقنا وكل واحد مشى لدارهم. واش عرفتي شنو هي؟ نجيو في الطريق كامل وحتى شي واحد ما هضر مع الاخر، يعني شي حاجه كاينه. وصلت للدار وكنت جيعان بزاف، وكانت اخر حاجه غناكلها هذا النهار هي هذا الفطور. غير دخلت لقيت الوالده كتسنى فيا، قال ليها فيا الجوع. ناض باش توجد لي الفطور. مهمتي اللي اي حاجه حليت عليها فمي كتحضرها ليا. مهمتي اللي قصات معايا وكبراتني، وقصات وصبرات مع راجلها حتى دار ودار وخدم. الله يسمح لينا من الوالدين. هي عاقت بيا مخبي شي حاجه، حطات لي داك الشيء اللي وجات قدامي، وبقات كتشوف فيا شحال، وبقات مركزه ليا على وجهي. بقيت كنشوف فيها وهي تقول لي بزاف في هاد الحاله على الباك، مالك شنو عندك؟ وانا نقول لها ما كاين والو غير تهناي. ونط بالزربه دخلت للبيت ديالي، حيت كون بقيت قدامها اكيد غنقول لها شنو كاين. مشيت جبت شي امتحانات ديال الماط وبديت خدام فيهم ونسيت الوقت. حتى بقيت كنسمع الدقان في الباب ديال البيت بالجهد. حليت الباب بالزربه وانا نلقاه الوالده وقالت لي واش الجامعه حدا البيت وما سمعتيش الاذان؟ وانا نقول لها لا ما سمعت والو، انا غنمشي نتوضا ونصلي. ديك الساعه الاخوان صراحه ما سمعتش الاذان. مشيت عادي ودخلت وزيت واحد السطيله بغيت نتوضا. وانا بديت كنتوضا، فاش مشيت نصلي بديت كنصلي. ديك الساعه كنتصدم،
انا الصوت ديالي ما كنسمعوش، يعني دوك الصور اللي كنقرا ما كنسمعهمش، كان الفم ديالي كنحس به كيتحرك مي ما كنسمعش الصوت ديالي. ديك الساعه كنت مخلوع بزاف. ملي كملت مشيت هزيت القران باش نقرا شويه حيت كنت مخلوع. وهنا ديك الساعه كانت صدم الصدمه الكبرى، كنلقى بلي القران كامل خاوي. ناري كيفاش خاوي؟ كنت خايف بزاف. كنقول هاد الشيء هزيت القران مره اخرى كنشوف نفس الحاجه، مصحف اخر نفس البلان، ما كنشوفش الصور، كنشوف غير الصفاحي بيضين. هزيت عيني لواحد التصويره معلقه عندنا في الصالون، فيها تصويره ديال الكعبه وايات الكرسي، حتى هما ما بانوش ليا. بانت ليا غير الصوره ديال الكعبه وايات الكرسي ما بانتش ليا. ديك الساعه عرفت بلي البلان خايب بزاف. مشيت ريحت في واحد القند ديال الصالون وبديت كنبكي. دخلت الوالده شافتني في ديك الحاله، عنقاتني وكلمه وحده اللي كاينه في فمها: مالك مالك، غير قول لي مالك راه غنقدر نعاونك. ديك الساعه بقيت كنشوف فيها وانا عاودت ليها من الاول حتى الاخر، من داك الفيديو اللي شفت وداك الشيء اللي عشت. واخر حاجه اللي هي انني ما بقيتش قادر نشوف القران ولا نسمعه. ما بقيتش بحال لا كاين عليا شي لعنه. هي الدموع ديالها ولاو بحال الشتا. ديك الساعه ما كرهتش الارض تحل وتبلعني ونتخشى فيها وما نشوفش الدموع ديال الام ديالي نازلين على ودي. قال لي ما تخافش غنلقاو شي حل، انا غنمشي نطيب الغداء. هي كانت في الكوزينه وكنسمع فيها كتبكي. الله يسمح لينا من الوالدين. مهم مشيت للبيت ديالي، حتى كنسمع عليها عيطت عليا باش نتغدى. كانوا خواتاتي جاو من المدرسه وانا ما كانش عندي منين يدوز داك الغداء، غير ريحت معاهم وصافي. عرفتي شنو هو؟ ما بقاش تشوف كلام الله. صافي وصلت 3:30 تقريبا، نطوجت راسي حيت كنت داخل مع الربعه. حليت الباب وهي تعيط عليا الوالده، عنقاتني وقالت لي رد البال لراسك يا يوسف. بست ليها على راسها وخرجت. الطريق كامله وانا بقيت غير كنخمم شنو سبب هذا الشيء. وحين تفايت سامع على ناس وقع ليهم هكا، والسبب هو انهم داروا شي ذنب كبير وربي حرمهم من الشوفه ولا سمع اي حاجه عندها دخل بالاسلام. وانا صراحه عارف شنو هو الذنب اللي درت، وانتوما اللي كتسمعوني راكم عارفين شنو هو داك الذنب. وصلت للليسي، كان عندنا جوج سوايع ديال الانجليزيه ونفس البلان، غير كان نشوف الاستاذه كتكتب وانا ما بقاش كيبان ليا والو من داكشي اللي تكتب. ما قادرش نقول والو، ولكن كنحس بلي شي حاجه غتوقع في هاد الحصه وغتنسيني الهم ديالي. انت اللي كتقرا المذكره ديالي ولا كتسمع، خاصك تعرف باللي راه كاينين شي حوايج انت ما كتشوفهمش كيقراو ولا كيتصنتوا معاك. ما تخلعش حيت لا بنت فيك الخلعه غتكون هذه هي الفرصه ديالهم وغيبداو يوسوسوا ليك في عقلك. تبع معايا وما تخافش. كانت ديك الساعه بقات نص ساعه ونخرجوا. مريح انا واشرف في اخر طاوله. هنا كان كل شيء عادي، حتى بدا اشرف كيقول شي هضره ما مفهوماش وبدا كيغوت في القسم وكيقول خرجوا. كل شيء يدار عندنا وكيديروا ديك الشوفات ديال التعجب. عرفتي شنو هو؟ واحد صاحبك عزيز عليك يبقى كل شيء الناس ديال القسم كيشوفوا فيه بواحد النظره ديال انه تسطا وما بقاش عادي. وبقيت كنسمع كل شيء كيقولوا هذا مالو، واش مقرقب ولا شارب، وشي كيضحك، كل واحد اش كيدير. وانا كنت عارف اش كاين. بقى في ديك الحاله وانا بقيت شادو وحالته غادا وكتصعب. ناض بقى كيجري جهه الحيط وبقى كيخبط في راسو والو. كنحاول نحبسو كيبقى يخبط براسو ويخبط حتى سال الدم. شاف فيا وقال لي دابا غيكونوا فرحانين ياك، بغاو الدم، ها هو الدم. صافي ديك الساعه بقى كل شيء كيشوف فيه. كان صراحه دوك الناس اللي كيضحكوا ديك الساعه تخلعوا وطاحوا غيب. الاستاذه خرجت كتجري وقلتها لهم في الحراسه. بقاو ديك الساعه واحد المده باش يعيطوا على الاسعاف، وانا ما قدرتش نحبس الدموع ديالي. بكيت قدام كل شيء وبقيت كنعنقو وبديت كنبكي حتى انا، حيت عارف بلي السبب في هذا الشيء كان هو انا. هو وقع في هذا البلان بسببي. انا تفرجت في ذاك الفيديو ندمت صراحه، ولكن ما بقى عندي ما ندير. هذا الشيء خرج من بين الايادي ديالي وانا كنبكي وكنتسنى الاسعاف تجي.
شفت شي وحدين كيضحكوا عليه وبنادم بقى غير كيشوف. وبقيت كنسمع الهضره ديالهم وهما كيقولوا شفتوا الشراب والقرقوب بشنو كيدير. بنادم ديما كيهضر وهو ما عارف والو، والله يدي ما خلق. المهم هادشي اللي غنقول انا. مور ما دازت نص ساعه تقريبا عاد جا الاسعاف السريع ديالنا. نص ساعه راه كيموت فيها بنادم. المهم ماشي موضوعنا هذا. جاو وهزوه، ركبت معاهم توصلنا للسبيطار وعيطت لدارهم. ودي داك السبيطار حتى هو الا ما كانش عندك المعرفه غيخليوك تموت. داوه نشرو في واحد البيت فيه غير الشماكريه، حسب ليهم واكل شي حاجه ومغيب. انا عربت على بنادم بالمزيان، بديت كنخبط في الباب وكنغوت. جابوا لي الطبيب، جريت وقلت ليه واش هاد السيد غتخليوه يموت. وبقيت شابع فيه سبان وبقيت كنشوف فيه وخرجت في عينيا. صراحه كان كاموني مورا الهضره ديالي مشى كيجري عند الفرمليات. وتحيه لكاع الفرمليات اللي كيسمعوا معانا. مهم قال ليهم اعطيوها البره الفلانيه وديوه لشي بيت نقي. وخرج عندي وقال لي ما تخاف والو، شويه وغيفيق. وديك الجرحه اللي في راسو راه غير سطحيه ما غدير ليه والو، صافي. ومشى. خرجت عند الباب سنيت دارهم حتى جاو، وريتهم البلاصه فين كاين ومشيت بحالي. ما بغيتوش يشوفني ملي يفيق حيت انا سبابو في هاد الحاله. شديت الطريق ديك الساعه باش نمشي للدار وكان راسي غيطرطق بالصداع. غير وصلت للدار قالت لي الوالده تقاد مزيان راه غنمشيو عند واحد المراه عندها مع هاد الشيء وغتقدر تداويك. قلت لها راني عيان خلي داك الشيء حتى المره اخرى. قالت لي زيد ولا غادي نسخط عليك. انا غير سمعت السخط حضرت راسي وخرجت معاها. بقينا شادين الطريق حتى وصلنا لواحد البلاصه سميتها درب الحجار، واحد الحي شعبي في المدينه ديالنا. غير هزيت عينيا عرفت الدار اللي جايين قاصدينها جات في واحد القنت خاويه، والعيالات شادين النوبه ديالهم كل وحده وشنو جايه دير. بقيت غير كنشوف فيهم. دخلنا وشدينا النوبه. انا هو الولد الوحيد اللي كاين تماك واغلبيه كانوا غير العيالات والبنات. المقصود ديالهم واحد هو يشدوا الرجاله ديالهم الله يسمح ليهم. سولت الوالده فين كتعرفي هاد المراه؟ قالت لي غير نعتوها ليا شي عيالات وصافي. بقينا كنتسناو النوبه ديك الساعه حتى جات واحد المراه قالت لي نوض دخل الشريفه كتسنى فيك. غير دخلت وضرباتني واحد الريحه ديال شي بخور من البعد. كنحاول نشوف هاد الشريفه كي دايره، كنحرك راسي بشويه بشويه. بغيت غير نميزها تما حيت كان البخور والدخان. مهم بانت ليا كامله ديك الساعه. كان واحد المراه غيكون في عمرها تقريبا شي 50 عام، كانت مريحه في واحد القند ومدوره بها بزاف ديال الهيدورات والمجامر والريوس ديال الدياب والثعالب. كان داك الشيء في الجنب ديالها. هذا المنظر كافي انه يقطع فيك النفس. بقيت كنشوف فيها صراحه حسيت بالضيق. قالت لي زيد يا يوسف يلا غنقول ليها باش عرفتي سميتي، وهي تجاوب بحال الا كتقرا الافكار ديالي. وقالت لي قالها لي هذاك اللي عند الباب. وقالت للوالده عرفتكم علاش جايين، ولدك راه حضر شي حاجه كبيره بزاف ولكن غنحاولوا نبعدوها منه. وقالت لي قرب عندي يا ولدي. بقيت كنشوف فيها حسيت بيها بحال الا شي شريفه زعما ماشي مجعويده. مهم مشيت جلست حداها وحطيت يديها على راسي وبدات كتعاود في شي هضره ما قدرتش نفهمها ولا نستوعبها. بقات هكا شي 10 ديال الدقائق وانا ما حس بوالو عادي. لواحد اللحظه حسيت بلي تزاد علينا شي واحد وقال لي في ودني بواحد الصوت كان في شكل هاد الشراغ ما غيفيدك بوالو، تفرج. غير قال هاد الكلمه وهي تنوض هاد الشريفه بدات كتغوت بحال الهبيله وخرجات كتجري وما لبست لا صنداله لا والو. هربات حيت داكشي اللي بغات تلعب معاه كان كبير عليها بزاف. قلت للوالده نوضي يلا نوضي راه غيقتلوها وغنمشيو للحبس. رجعنا للدار. الوالده ما زالت في الصدمه، كانت الصدمه في عينيها من داكشي اللي شافت. وانا صراحه ما قلت حتى كلمه حيت ما بقيت فاهم والو. وحتى داك الصوت اللي سمعته ما عرفتوش شكون مولاه. ديك الليله ما نعستهاش بقوه ديال التخمام. ملي جا الصباح مشيت للمدرسه كنت كتمشى بحال شي هبيل. وفي العشيه كنت ناوي نمشي عند اشرف للدار. اللي وصلت 12 خرجنا. رجعت للدار غير حلات لي الوالده وهي تصدمني بواحد الخبار اللي خلعاتني.
قالت لي بلي ديك السيده اللي كنا معاها البارح دارها تحرقات بالليل ومات ديك السيده في داك الحريق. قالت لي الوالده بلي السيده اللي كنا عندها البارح دارها تحرقات في الليل ومات. انا كنت مصدوم وقلت لها غير كتحكي معايا ياك؟ وقالت لي لا راه بصح. ديك الساعه بديت كنجري، مشيت لداك الدرب اللي فيه الدار ودزت من واحد الخلا، وداك الصوت تاني بدا كيدوي لي فودني جري جري بالزربه، راه بغات تلعب معانا ولكن حرقناها. انا ديك الساعه بديت كنغوت بحال شي هبيل وكنقول شكون انت، ولكن كيما بان داك الصوت غبر عاوتاني وخلاني غنتصدى. وصلت قدام الدار ناري، غير ملي كنا هنا البارح كانت الدار مصبوغه بالحمر ودابا ولات كحله. ريحت في واحد العتبه ديال واحد الدار كانت قريبه، وفي القباله ديالي كانوا مجموعين شي عيالات جارات ديك المراه اللي مات، وكانوا نيت داويين على العافيه ملي شعلات. قال لك بلي الناس عاقوا بالعافيه ملي يلاه بدات كتشعل وبداو كيحاولوا يطفيوها، ولكن والو ما حدهم هما كيرشوا عليها الماء. ديك العافيه غادا وكتزاد وكتكبر. المراه كانوا كيسمعوا الغوات ديالها بحال الا كان معاها شي واحد في الدار. كانت كتقول ليه بعد مني بعد مني عافاك، راه ما درت لك والو. والمراه جبدوها في اخر المطاف، كان محروقه بزاف وتحرقات بزاف في الوجه، ما بقاش الوجه ديالها كيبان وما يمكنش اصلا تعرفها. ما عرفت هضرتهم واش بصح فعلا ولا غير زادوا فيه، ولكن حاجه وحده اللي كانت في بالي ان الموت ديالها ما كانتش طبيعيه وكانت بسبابي، وبعباره اخرى بسبب داك الشيء اللي حضرت. وكما قلت لك في الاول راه واحد النوع كاره للبشر مازال حاقدين علينا من ايامات النبي سليمان عليه السلام، حين كان موريهم الويل. بقيت حدا ديك العتبه حتى صنع عليا التليفون، لقيتو صاحبي اشرف، جاوبتو ديك الساعه قال لي دوز عندي للدار راه باغي ندوي معاك في شي حاجه. درت لك تفودني والقب على راسي ومشيت قاصد دار اشرف. وصلت ودقيت، خرجت الوالده عندي. ديك الساعه سلمت عليها ومشيت مباشره لبيتو. ملي شفتو في ديك الحاله في الفاصمه في راسو ولونو صفر، مرضتو حق الله. ومع هادشي اللي عشتو في هذيك 24 ساعه حسيت براسي مخنوق. هو غير شافني ونض عنقني وبدا ديك الساعه كيبكي عليا، خليتو حتى فش قلبو. عاد بدينا داويين وقال لي ديك الساعه عاود لي شنو وقع البارح. بديت كنشوف فيه وانا نقول ليه صافي نسى صاحبي، المهم هو انك دابا بخير. اشرف بقى كيشوف فيا وهو يقول لي وغي عاود صاحبي، راه اليوم تاني حلمت بشي حاجه وراني صراحه غنهبل. انا ديك الساعه قلت ليه المهم البارح بديتي داوي بواحد اللغه صاحبي ما مفهوماش وبديتي كتغوت ونطي، مشيتي للحيط مباشره وبديتي كتضرب راسك مع الحيط حتى غيبتي، وانت باش حلمتي تاني. بقى كيشوف فيا وهو يقول لي نفس الحلمه، انا وياك في بيت وانا سايل بالدم وانت شاد جنويه في يديك، والحلمت بالتاريخ اللي غيوقع فيه هادشي. وانا نقول ليه شنو هو هاد التاريخ. اشرف بقى كيشوف فيا وكان مصدوم وقال لي نهار 17 في شهر 6. انا كنت مصدوم وقلت ليه شنو هو نهار قبل الوطني، هذاك غير حلم صافي. عاودت ليه على البلان ديال الشوافه وبانت لي الخلعه في عينيه. قال لي نتشوفوا غدا صاحبي وما تخافش، هذيك غير احلام، غير ما تسوقش ليها بزاف. حاول زعما نبرد عليه، ولكن على من غنكذب، موتنا قريب وقريب بزاف. داك النهار رجعت للدار، لقيت الوالده كتسناني وعينيها حمرين بالبكا، والسبب راه باين، هو انا، وباين علاش كتبكي. ولدها اللي حرموا الله نشوفه ديال القران والسماع ديالو وحتى الاذان والكعبه ما بقيش كنشوفها. ولدها اللي ولا عنده علاقه مع الجن وبسببه مات مرا، مات محروقه. ولدها اللي طوال الزمان ولا قصر غيموت. اصعب حاجه هي تكون عارف راسك غتموت
مي اللي كيتزاد يقتلك هو انك ما عارفش الوقت بالضبط امتى. نرجعوا فين كنا. الوالده قالت لي اجي باغا ندوي معاك، ولكن ما سمعتش ليها. مشيت دخلت لبيتي، كان طالع عليا الدم صراحه، وسديت عليا ما كان فيا اللي يدوي، والمدرسه ما بقيتش باغي نمشي ليها. ديك العشيه كانت عندي غير العربيه، ولكن ما مشيتش، بكيت حتى داتني عيني. ولكن ملي فقت لقيت اللي كان سبب في هاد المشاكل كلها واقف قدامي وكيتسناني. ملي فقت لقيت داك الوجه اللي شفتو من يالله بدا هادشي، واقف قدامي مباشرة وكيشوف فيا بواحد العينين ماشي بحال عينينا، وحركات في وجهو كانت غريبة. بقيت كنشوف فيه مزيان. شفت واحد الحاجة اللي اي واحد في بلاصتي الا كان شافها كان غيطيح بقوة الخلعة. شفت وجه ديال الجن، هو بقى غير ساكت، كان كيدير فيا دوك الشوفات، باغي غير يزيد يركب فيا الرعب. انا ما بقيتش عارف شنو غندير، واش نبكي ولا نغوت ولا نهرب ولا نوض نتلاح من الشرجم. ولكن كنت ثبت راسي مزيان تنشوف داك الشيء كيفاش غيخرج. واحد شويه بدا جاي لجهتي حتى وصل لبلاصه فين كنت ناعس بالضبط، وبدا يدوي معايا بواحد الصوت فايت سمعته غير البارح عند الشوافه. كنت فكره وحده كدور ليا في راسي، هي الموت. وبدا يقول لي انت شكون تحسها براسك؟ وداك اشرف، واش حنا ما غنتهناوش منكم؟ واش من نهار تخلقتو نتوما خالقين لينا المشاكل؟ هبطونا نعيشو لتحت وعشنا الويل مع سليمان. كتضحكوني ابنو ادم، كتعرفوا الحاجه فيها المضره ليكم وكتمشيو وتجريو ليها. والله حتى كتضحكوني. كنت معاك من نهار قريت الموضوع، وكنت كنتسناك غير تشوف الفيديو وتذكر السميه ديالي. وانت دابا بين يديا، والاخره ديالك هي الموت طبعا، طوال الزمان ولا قصار. غادي نصيفطك. مورا الهضره ديال الاخوان تبنشت في بلاصتي، وبقاو غير عينيا كيتحركوا. كنشوف فيه غادي جاي، وساعه مشى مباشره لجهه الباب ديال البيت، وخرج منه بلا ما يتحل الباب، وخلاني في ديك الحاله مشلل. ما قدرتش نهضر، كان لساني ما قادش يغوت. بداو عينيا كيطفاو بشويه تصافي غيبت. ممكن انك تخيل المشهد. غنفيق غنلقى الوالده والوليد كانوا جالسين حدايا من جهه اليمين، وخواتاتي من جهه اليسار، وواحد الراجل حدايا ما عرفتوش. كيبان ليا كيحرك فمو. ديك الساعه اكتشفت باللي كيقرا القران، ولكن انا ما كنقدرش نسمعو. ملي كان بين يديا كنت هاجرو، ودابا وليت باغي غير نسمع كلمه منه. هادشي ما قلتوش هباء، سمعوه وتمشي. فكروا شويه داك الكتاب اللي هاجرينو. مهم الاخوان، شفت في الوالده لقيت عينيها حمرين، والوليد حتى هو عينيه حمرين بالبكا. عرفتها عاودت ليه كل شيء. بغيت نوض، مي جنابي كيعطوني الصداع. شفت قال لي داك السيد غير خليك هكاك، راك عيان. وناض خرج هو والوالد، وقفوا حدا الباب. كنت عارف شنو بغى، واش غيقول ليه. بغى يقول ليه بلي ولدك راه ولا هبيل وكيشوف الجنون. انا ما مسوقش، قلت لخواتاتي يخرجوا، وقلت للوالده بقاي باغي ندوي معاك. وداك الشيء اللي كان. خرجوا، بقيت انا وياها. ممكن انك تخيل المشهد. بدينا داوين، وانا نقول لها الوالده شنو واقع. والدة ديك الساعه قالت لي البارحه بغيتك تسخر ليا. ملي دخلت لقيتك مغيب، وانا نقول لها البارح واش من البارح وانا في هذه الحاله. الوالده قالت لي من العشيه ديال البارح. انا كنت مصدوم وقلت لها صافي الوالده غير خليني بوحدي. كان واحد الاحساس في شكل. وانت كتسمع القصه ديالي، شنو الراي ديالك في هذا الشيء؟ واش كتشفق عليا
ولا مخلوع ولا بقيت فيك ولا كرهتيني. هادشي عندي بحال بحال. المهم هو نكمل لكم القصه ديالي. حين هما واقفين حدايا دابا وكيقولوا لي جات نوبتك، ولكن خديت نهار واحد زايد باش نكمل لكم القصه ديال داك الموضوع اللي دمر لي حياتي وممكن نسميه باللعنه. فين وصلت انا وياك؟ وصلنا لتاني لقاء ليا مع الجن اللي حضرت. مورا ما خرجت الوالده عيطت لاشرف، ما جاوبنيش. حاولت مره جوج ثلاثه والو. نسيت حالتي انا وتشنط عليه هو. بداك الجهد اللي فيا نتقاس دارهم مي ما خلاتنيش الوالده. مهم بقيت جالس وكل شي داز عادي. نعست هاد الليله بلا مشاكل الحمد لله. ملي وصل الصباح نطو لبست وقصت ليسي. كان عندنا الماط داك الصباح. انا خاطري هربات من القرايه. جيت غير على قبل اشرف، سنيتو عند باب القسم ما جاش. دخلت شديت ليه بلاصتو حدايا. دخل ديك الساعه الاستاذ وبدا الشرح ديالو، واشرف مازال ما جاش. حتى داز تقريبا 10 ديال الدقائق عاد دخل خنزر فيا ومشى اللور وريح. انا ما فهمت والو، ما فهمتش علاش دار هاد الشي. دازت الحصه عندي ثقيله، غير وصلت 10 مشيت عنده غير سولتو مالك، وهو يعاود يخنزر فيا وقلب وجهه ومشى. وانا بقيت تابعه وكنسول فيه مالك، وهو يدور عندي وحمر فيا عينيه وبدا جاي قازني. وصل عندي شنق عليا، وكان بنادم كلشي كيتعجب وكيشوف فينا، حيت عمرهم شافونا مشانقين ولا مدابزين. ديما كانوا كيشوفونا ضاحكين وخلقينها. ولكن دابا هاد المحبه تقلبات بلا ما نعرف شنو هو السبب. سولتو شنو كاين، قال لي باللي وصاوه باش يبعد عليا، وبدا كيعاود في جوج كلمات لا غير. اليوم نبداو وطلق مني. ما فهمت والو ومشى بحالو. واخا كان مازال عندنا جوج سوايع ديال العربيه. بنادم جاي كيجري عندي كيسول لي مالك انت وصاحبك. انا ما مسوقش ليهم، قلت لهم والو ومشيت مباشره للقسم. في القسم بقيت غير ساهي ما مسوقش، وبالي كامل مع اشرف صاحبي وهذا الشيء اللي داروا هذا الصباح. وشنو هو المعنى ديال ديك الهضره اللي قال لي؟ ما عرفتش الوقت اللي ريح فيها الاستاذ حدايا وفيقني من التخمام وقال لي مالك وليدي، كتبان لي مهموم بحال الا هز الجبال فوق كنافك. عاود ليا نقدر نعاونك. بداك الهم اللي هز في قلبي ضحكت وقلت ليه والله عمي ما عندك ما دير ليا، داكشي اللي عندي كبير بزاف، كبر مني ومنك وكبر من داكشي اللي كتخايل. قال لي ربي كبير وما كينساش العباد ديالو ونضمن حدايا. انا من داك النوع اللي عنده الحاسه السادسه، يعني لما كانت خاطري مهنيه كتوقع شي حاجه خايبه، وهذا النهار حاس بشي حاجه غادي توقع. وصلت 12 بالزربه ولا ما نعرف. انا ما بقاش عندي احساس بالوقت. خرجت قاص دارنا، غير وصلت لقيت الوالد كيتسناني. كان باغي يدوي معايا ويفهم من هاد الشيء اللي وقع ليا شي حاجه. واخا الوالده انا متاكد باللي قالت ليه كل شيء. ملي دخلت قال لي تبعني للصالون. شفت في الوالده وهي تحضر راسها، عرفت بلي القضيه صعيبه. دخلت عند الوالد وهو يبدا يدوي معايا. اش داكشي قلتي لامك؟ واش انت مسطي؟ واش انا معول عليك وانت متبع هادشي ديال الجنون؟ يلا دابا اش غنديرو؟ انا بقيت غير كنشوف فيه وما يحس بيا غير اللي مجرب بحالي. وانا نقول ليه ما كاين ما يدار، جوج حوايج، اما غنتسطى ولا غنهبل. خرجت في حالي وخليته. اصلا العلاقه ديالي انا والوالد سطحيه بزاف. حدنا الهضره في القرايه والخدمه، حيت ديما في الصيف كنمشي عنده نعاونو صافي. قالت لي ميمتي اجي تغدى. قلت ليها والله ما عندي منين يدوز غير بالصحه. مشيت لبيتي وسديت عليا.
الوالده مسكينه خاطرها ما هنهاش، جابت لي غدايا للبيت عندي. الحاجه الوحيده اللي قهرتني في خاطري هي الوالده، كانت كتشوف فيا كل شيء عندها. مازال عاقل ملي كنت صغير كنت كنعنقها ونقول لها غنخدم ونصيفطيك للحج وندير لك دار بوحدك والخدمه. ودابا الحاجه اللي درتها ليها هي دموعها ولاو بحال الشتا. على ودي نكملوا القصه ديالنا، راه ما بقاش ليا بزاف ديال الوقت. كنت داخل مع الربعه، خرجت قاصد الليسي، جبت التليفون ديالي وبديت كنعيط على اشرف حيت ما مولفش انه انا وهو نتخاصموا، ونيت نفهم شنو واقع، ولكن ما جاوبنيش. وتا التليفون كان طافي حيت شحال ما شارجيتو. وصلت قدام باب الليسي ما كندوي مع حتى واحد. حاجه وحده اللي في بالي وهي نشوف عشيري. تسنيت ولكن ما جاش، تسنيت في القسم ولكن ما جاش. دست عندي هذيك 2 سوايع بحال الجحيم، عارف باللي شي حاجه غادا توقع. وصلت 6 خرجت مشيت لدارنا، دخلت لبيتي قلت نراجع شويه حيت شحال وانا هاجرت دوك الكتوبه، ودرت التليفون يتشارجا. دوزت ساعه غير متكي على الماط، هزيت التليفون باش ندوي مع اشرف. غير شعلت التليفون وهي تعيط لي الوالده ديالو، قالت لي راه خرج من 6 ومازال ما جاش. قال لي خرج قلب لي عليه وبدات تبكي. انت بالزربه لبست جاكيطه ديالي وخرجت باش نقلب عليه. كنقلب في كاع البلايص اللي كنعرف، والو ما لقيتوش. نص ساعه وانا كنقلب والو. شويه صونا التليفون واشرف اللي كان معيط قال لي جي عندي، انا في الكوان الجديد اللي حدا الليسي ديال القدس. اقطع هذا اش كيدير تماك في هذا الليل؟ ديك الساعه ضربتها بجريه لديك البلاصه حيت خايفه لعلح راسو في البحر. غير وصلت بان ليا واقف فوق واحد الصخره وبقى كيشوف فيا، وجريت ديك الساعه لعندو سولتو اشرف شنو كاين وشنو كدير هنا وفي هذا الوقت؟ يلا راه الوالده عندك مشطونه عليك. قال لي ما عندنا فين نمشيو. هنا تصدمت وكمل راه هما باغيين الدم وبغاو تكون حاضر معانا. قلت ليها راك ماشي نورمال، يلا للدار ونهضروا. ولكن ما بغاش. بقيت كنشوف في يديه كيبان لي الدم كيسيل منها، وفي اليد اليسرى ديالو كان هز زواره. عرفت بلي راه جرح يدو. جريت لواحد القنت وبديت داوي معاه. اش هادشي درتي؟ هو يقول لي قالوا لي بغاو الدم وانا خاصني ندير هادشي اللي بغاو. وانا نقول ليه شكون هادو اللي كتهضر عليهم؟ اشرف سكت واحد شويه وهو يقول لي هادوك اللي كيجيو عندي كل ليله وكيباتوا معايا وراهم هنايا. دابا غير انت ما قادرش تشوفهم. انا كنت مصدوم وقلت ليه اشرف يلا من هنا ونهضروا من بعد. اشرف قال لي لا اليوم هي الليله علاش اتفقنا، اليوم غتمشي عندهم. غير قال لي هادي ونهض. رجع مباشره لبلاصتو فين لقيتو وبدا كيغوت. بغيتو الدم؟ بغيتو بزاف؟ ها هو. وبدا كيشرط في يدو. ديك الساعه بديت كنجري عنده، ولكن هو صحيح عليا بزاف ما قدرتش عليه بوحدي. ولات فيه الصحه ديال 4 ديال الاشخاص. ناري على حاله دار في راسو، شرط يديه كاملين من الفوق لتحت، ما حنش في راسو، ما كان حس اش كيدير، كان بحال الا مقرقب. نخلي لك المنظر تخيلوا بوحدك. 2 ديال الناس حدا البحر غير الخلاو القيفار، واحد فيهم حالته عامره دمايات، واحد شادو والخل عاون داما وما عارفش ان هاد الليله مازال مخبيه ليه بزاف وبزاف. اشرف ما وقفش هنا، بغا يبعد بزاف ملي ولات حالته غير دمايات. وانا بالصدمه ديال داكشي اللي قدامي بقيت غير حل فمي واقف. وبدا كيقول واش بغيتوه حتى هو يولي دمايات
وبدا كيشوف فيا وقال لي واحد الجمله لدابا ل6 سنين وانا في السبيطار الحمق ومازال ما نسيتها. قال لي جات نوبتك وبدا جاي قازني وعنقني وقال لي خاصني نقتلك يا يوسف. ما عرفتش باش تبليت ديك الساعه، شداتني الدوخه والبكيه والخلعه في نفس الوقت. قلت ليه شنو قلتي؟ تقتلني؟ قال لي جاه الامر من الفوق وباللي الا ما قتلنيش هو غنقتلو انا وواحد فينا اللي غيعيش حتى تجي نوبته من بعد. بقيت ملهيه بالهضره وصيفط ميساج لدارهم وقلت لهم حنا فين، وحاولت نطول معاه الهضره باش نربح شويه ديال الوقت. وانا نقول ليها يهون عليك زعما تقتل صاحبك. شاف فيا شحال وقال لي انت اللي وصلتيني لهاد الحاله، بسببك وليت هكا، وليت معاشر معاهم، وليت معاشر مع من؟ مع الجنون، وكنشوفهم قدامي وكندوي معاهم، كلشي بسببك انت. انا ديك الساعه كنت مصدوم وقلت ليه غنلقاو الحل، خير لوح ديك الزوار اللي في يديك ويكون خير. اشرف قال لي يا يوسف انت بحال خويا، كبرنا بجوج قرينا بجوج، ولكن مازال ما بغيت نموت. دابا هما راهم بغاوك انت، هما قدامي وكيقولوا لي خاصك تموت. ديك الساعه قجني وانا ما قاومتوش، نيت كنت مليت من هاد الحاله غير الرعب والخلعه، نموت حسن ليا. كنت كنفضل انني نموت داك النهار، ويا ريت ما صيفتش لدارهم داك الميساج. كنت هنيت من هاد العذاب اللي غيجي من بعد. قجني وتبدات الموت كتدخلني وبقيت كنشوف المصير ديالي، وانا يبان لي واحد الضو جاي لجهتنا من بعيد. كان الضو ديال الطوموبيل تاع الوالد ديال اشرف، فرانا عند رجلينا وخرج منها هو وخو اشرف الكبير وفكوني منه، وكل ما هما كراه قتلني. ديك الساعه بقى كيغوت وكيتحلف عليا وكيقول مازال ما سالينا يوسف، مازال ما سالينا. قالوا لي نوصلوك لداركم، ما بغيتش، بغيت نرجع بوحدي. هما مشاو وانا بديت راجع وكنبكي. اليوم حيت هذا هو النهار اللي فقدت فيه الخويا. اليوم كان خويا غيقتلني، ماشي صاحبي هذاك خويا اشرف. ما كانش صديق عادي، دوزنا انا وياه الصغر ديالنا والمراهقه ديالنا بخطره وحده، ضحكنا بجوجنا وبكينا بجوجنا، واليوم حاول يقتلني. ما تقبلتهاش صراحه. رجعت لدارنا ونسيت راني كامل دمايات، غير شافتني الوالده تبدلوا فيها اللوان. كانت خايفه بزاف، حسب ليها قاتل شي واحد. مشيت ديك الساعه ودوشت، بدلت حوايجي وحاولت ننعس، ولكن ما قدرتش حيت كنت حاس بالذنب. خرجت لخويا على حياته وسبابي ضاع لي مستقبله وضاعت لي حياته. عينيا ما قدرتش نغمض هذيك الليله حتى الصباح، ونت بكري خرجت من الدار وقصدت الليسي. بقيت واقف حدا الباب غير بوحدي، وملي عمرات الدنيا ببنادم كنشوف كل شي حاضيني وكيدويو عليا. ما فهمت صراحه والو. مشيت قاصد واحد الجماعه نسولهم وهما يصدموني. لقيت بلي الخبار وصلاهم، خبار ديال اشرف. شي واحد كان ساكن حداه شافهم اللي كان خوه وباه جايبينو للدار وهو في ديك الحاله. وفي المغرب ديرها غير زوينه، توصل نقز واحد خونا من هذيك الجماعه قال لي داك الهبل ديال صاحبك مالو. غير خرج ديك الكلمه ديال الهبل من فمو وانا نشنق عليه وقجيتو، حكمته مزيان، تجمع عليا بنادم، وهو رجع داك الصوت تاني كيهضر ليا فودني وكيقول لي قتلو راه عايرك، قتلو. الولد عينيه خرجوا، عاد انا فقت من ديك الحاله ديال العصب اللي كانت شاداني. طلقت منه وقلت لبنادم فرتكو هاد الجوقه، ومشيت للجدرده ديال الليسي. بقيت كنشوف بنادم كيدير فيا دوك الشوفات ديال التعجب، والبنات كانوا كيوشوشوا. يوسف هو وصاحبه راهم هبلوا. ودي بنادم غير كيدوي، ما عرفش بنادم شنو واقع.
صراحة الشخص اللي ما عرفتيش الظروف ديالو واش واقع عليه وشنو هي الحاجة اللي وصلته لديك الحالة اللي فيها، علاش تدخل فيه وعلاش دوي فيه، ما علينا. دخلنا للقسم، كان عندنا السيونس، كلشي كان كيهرب مني، خلاوني مريح في الصف بوحدي، غير بوحدي. ما عرفتش علاش، واش خايفين مني ولا غير رشقات ليهم عليا. اصلا ما عنديش مع بنادم بزاف، كان عندي غير واحد ودابا راه خسرته، ما بقيتش مسوق الكحل الراس. دز هذيك الساعتين وخرجنا وقصدت الدار، ما دويت مع حتى واحد. دخلت لبيتي وعيطت على الوالده ديال اشرف وسولتها، قلت لها كيبقى، قالت لي راه ديناها للسبيطار، خيطنا ليه يديه ومع كيغوت شي هضره ما مفهوماش، دينا عند واحد الطبيب ديال الحماق وعطاه شي دواء وقال لينا باللي من الاحسن ليه يبقى غير في الدار ما يخرج. كنسمع الصوت ديال البكا ديالها في التليفون وقلت لها الله يدير لي فيها الخير. وهنا سالت حياة اشرف العاديه، حيت فعلا هبل والله كيهرب ليهم من الدار، وكل ليله كيمشيو يجيبوه من الكوان وديما مشرط يديه. وهذا الشيء بسبب يوسف اللي كان عاش حياة عادية بحال اي واحد طبيعي، وبسبب قلة العقل ديالو ضيع حياة اقرب واحد ليه، خوه وصاحبه. وهذا الشيء مازال ما سالاش. الوطني كيقرب شويه بشويه وانا غير داير الخاطر للدار وصافي. مره كنراجع شويه، وفي هذا الشهر حالتي كتزيد كتأزم، وليت كنطيح بزاف، وليت كنخاف من الملح، لدرجه بحال الكابوس عندي، ما عرفتش علاش. كل ليله كنشوف نفس الحلم، كنشوف راسي كنقتل في اشرف. ما تعجبش، نفس الحلم اللي كنت كنشوف كان اشرف حتى هو كيشوفه. بنادم حتى هو ما بقاش كيهضر معايا، وحتى الوالد اللي من لحمي ودمي مل مني. هاد النهار سمعتو قال الوالده كون غير مات وهنا منه. ملي سمعتو قالها ما كرهتش نيت نموت، اللهم تجي الموت وتديني ولا هاد العذاب اللي كان عايش فيه. مهم الوطني غادي وكيقرب، قالت لي تقريبا سيمانه وانا داير الهضره ديال اشرف بين عينيا، حيت كان قال لي بلي غنقتلو نهار قبل الوطني، واخا ما تيقتوش داك النهار، ولكن هادشي اللي عشتو خلاني نولي نتيق بهادشي. بنادم مخلوع من الامتحان وانا مخلوع من حاجه اخرى. السيمانه ولات بالنسبه لي 3 ايام، و3 ايام ولاو يومين، ووصل النهار قبل الوطني وحس بلي شي حاجه غادا توقع. هاد النهار وصونا باش ما نحلو حتى شي كتاب، باش ما نساوش داك الشيء اللي حفظنا. ما خرجتش من بيتي داك النهار حتى 7 ديال العشيه. مشيت حدا واحد الجرف، داك الجرف اللي عاودت لكم عليه، وتقابلت مع البحر ونسيت راسي ونسيت المشاكل. وانا نشوف الساعه لقيتها 9 ديال الليل. بديت راجع في حالي ودزت من واحد الدرب باش نوصل بالزربه. شديت الطريق ونسمع واحد صوت ما كانش غريب عليا، كان كيغوت يوسف. تلفت وانا نلقاه اشرف. شدتني الخلعه وتمنيت داك الحلم يكون غير كذوب، وتمنيت انه انا اللي نموت اليوم. وكنشوف في يدو واحد الموس هزو وكان كيجري لجهتي. بدا جاي كيجري حتى وصل لعندي، وقف قال لي راهم بغاوك اليوم نيت غادي تمشي بعيد. وشنق عليا وبغى يقتلني، وماشي باي طريقه، بغى يذبحني. كل واحد فينا عنده ديك الغريزه ديال البقاء، وحتى انا بنادم بقيت نضرب معاه. كنت عابسو وكنحاول نخلي الموس بعيد عليا، وبقينا مجارين كل واحد كجر في جهه، حتى حسيت بالموس مشى جهه اشرف، والدم بدا كينقط في الشانطي. هو شاف فيا وبدا يضحك وفاق من ديك الحاله اللي كان فيها، وهو يقول لي ياك قلت لك
راك انت اللي غادي تقتلني. تيقتني دابا؟ انا بقى الموس في يدي، لحتو ومشيت كنجري عنده عنقتو وبديت كنبكي وكنقول ليها اسمح ليا، انا السبب في هذا الشيء، انا اللي هبلتك وانا دابا اللي قتلتك. بديت كنبكي وكنقول ليه اسمح ليا. هو كلمه واحده اللي كانت على فمو، هانيه هانيه انت خويا، وصوتو شويه بشويه وكيمشي وكيتحيد. اخر حاجه قالها ليا هي تهلا في الوالده، ومن بعد طاح من بين يديا، عرفتو مات خويا اللي ماشي من امي، خويا اللي كان ديما كيدافع عليا وكيعاونني، خويا اللي كنا متفقين انا وياه على شحال من حاجه كنا باغيين نديروها، نجدو الباك ونفرحوا والدينا. ولكن دابا واحد فينا غيمشي للقبر والاخر غيمشي للحبس. وانا كنكتب هذا الشيء تفكرتو دابا راني كنبكي. اللي عنده الاخوان شي صاحبو يتهلا فيه، واللي ما عندوش يعرف يختار. اشرف عمري ما ننساه، وعمري غادي نحيد الذكرى ديالو في بالي. ريحت حداه ديك الساعه وبقيت كنبكي حتى تجمع بنادم وكل شي كيوشوش عليا. عيطوا للاسعاف، البوليس جات الصطافيت هزاتني والاسعاف هزاتو. هو مشى للقبر فعلا وانا مشيت للمجهول. وصلنا للكوميساريه، لاحوني في واحد البيت بوحدي غير الظلمه، خلوني تماك واحد 12 ساعه. عاد جاو دخل عليا واحد قال لي البوليسي علاش قتلتيه، وانا نقول ليه غير غلط، وهو اللي حاول يقتلني الاول حيت هما قالوها ليه. البوليسي قال لي شكون هما، وانا نقول ليه هادوك اللي حضرناهم اللي تفرجنا في الفيديو، عارفك ما عتيقنيش. البوليسي قال لي كيبان لي راك مسطي، وخرج وجابوا لي واحد الطبيب بدا كيسول فيا، وعاودت ليه داك الشيء اللي وقع. اللي بغى يخرج شاف البوليسي وحرك راسو، يعني فعلا هاد السيد راه مسطي. دازت واحد 3 ايام كان خاصني ندوزها في الامتحان، ولكن الاقدار بغاتني ندوزها هنا. جا الصباح وهما يجيو جوج، هزوني وداروني في واحد السطافيت، ولكن ما داونيش للحبس، داوني للبرشيد وبالضبط سبيطار الحماق. في الباب لقيت ميمتي بوحدها كتسنى فيا، طلبات دوك الجوج باش تعنقني. اخر مره ناري لقيت قلبي طايب، عرفت انا نطلق منها، هي كتبكي وانا كنبكي حتى فرقوني عليها. دوزت 6 سنين هنا، والوالده ديالي مورا عام واحد توفات. وصلتني خبرها غير من اختي اللي جات تشوفني وموراها وتقول واش شي واحد تفكرني. شعور غريب كنحس به. هنا كنشوف داكشي اللي ما كيقدرش بنادم العادي يشوفو. كنشوف الجن، كنشوفهم كيدوروا بيا، كيهضروا معايا ونهضر معاهم. واليوم جات نوبتي باش نموت. نتمنى تكون فهمتي ميساجات القصه، نتمنى انك ما كرهتينيش، نتمنى ان قصتي تشهر ويقراها بنادم ويعاودوها بيناتهم وما يكرروش الاغلاط ديالي. بعدوا على الزعامه الخاويه، عرفوا شكون تعاشروا وتهلاو في والديكم. عشت هاد المده كامله وانا كنتسنى الموت، وما كاين ما صعب انك تعيش وانت كتسنى فيها. اليوم قالوا لي بلي اليوم غنمشي عند اشرف، وها هما دابا واقفين قدامي صوبوا لي باش نشنق راسي، هما مجموعين واشرف معاهم. انا مشيت. هذه الاخوان قصه اللعنه او الجحيم كيف ما لقيتها في الكتاب ديالو او المذكره الاخيره ديالو. نتمنى انكم اللي سمعتوها فهموا فيها بزاف ديال لي ميساج اللي فهمتهم وبعدوا على الاخطاء اللي داروا. مهم هذه هي النهايه. كان معكم صامويل، ونتشوفوا في قصه جديده. قبل ما تمشي خلينا واحد لايك وواحد ابوني. شكرا على المشاهده.